حلوة جدا جدا من زمان قلنا افريقيا دي كنوز في افريقيا، يعني عندهم يعني حاجات كنوز عظيمة في افريقيا كلها. طبعا الاتفاقيات دي مبدئية لغاية ما هيروحوا 26 دولة على ما اعتقد، وبعدين هيروحوا ياخدوا موافقات مجلس الشعب. احنا بقى ما عندناش مجلس الشعب، مش هنقدر ندي الموافقة بتاعتنا، لان ده لازم البرلمان اللي يوافق على النوعية دي من الاتفاقيات. في نفس الوقت كان الحادث المؤسف اللي حصل في الكرنك، وطبعا رجال الشرطه اتصرفوا تصرف رائع ولحقوا بسرعه ولموا الموضوع، وده شيء يعني كويس جدا، بنشكرهم عليه جدا جدا جدا. حسب المعلومات اللي جايه هي متباينه شويه مش دقيقه، لكن ما قدروش يخشوا المعبد، وده كويس جدا جدا جدا. الرئيس قال هنكثف الامن، ده كويس، لازم برضو يتكثف الامن، لازم، ده مهم. لكن اما رجال الامن يعملوا حاجه حلوه لازم نقول لهم متشكرين جدا. صحيح زي ما رئيس الوزراء اللي يعمل الواجب ما نقولوش متشكر، لا، لازم نزقه، لان الواجب النهارده بقى صعب تقيل على الناس. خلينا نعترف بالحقيقه المره، ان النهارده لو انت طلبت من حد حاجه في عمله ويعملها وده مطلوب منه وبياخد عليه اجر وكل حاجه، يقول لك انا، تقول له متشكرين، نقول له متشكرين معلش يعني كويس. فرجال الشرطه هنا عملوا اجراء كويس جدا، لا بدليل ان كان في زياره مهمه جدا لرئيس البنك الدولي ووفد كبير لاول مره يجي من 20 سنه مصر، وكان معاه سياده الوزيره غدا والي، وعملوا تصرف ممتاز ان هم راحوا عملوا زياره وراحوا معبد الكرنك في الاقصر، عشان النهارده طار خبر. طبعا المانيا على طول وقف الرحلات، شركه سياحيه وقفت الرحلات. طبعا المسؤولين عندنا قالوا الرحلات مش هتقف وبتاع، ما تستعجلوش من فضلكم، شويه تقوده كده بس حلوه تقوده دي، يعني تقده ماشي، او تقده او تقوده ماشي، يعني شويه، بلاش الحاجات السريعه. يعني منين انت قدرت تعرف ان الحجوزات اللي جايه الاقصر واسوان ما اتلغتش؟ لسه بدري، لسه يوم 2 3 4 شهر، لان الحدث ده، الخبر ده طار خبر اول في كل المحطات العالميه، يعني حادث ارهابي في الكرنك. التفاصيل ما حدش هيقراها، ما حدش هيقول ان رجال الشرطه عندنا كانوا اقوياء وقدروا يلموا الموقف وقدروا يعملوا عمل انجاز كويس جدا وقدروا يقتلوا الارهابيين، لا، هيتكتب في التفاصيل. انما الخبر حادث ارهابي في معبد الكرنك بالاقصر، فده هيعمل هزه والحكايه مهزوزه اكتر. فنقوم الدولي كان موجود عندنا، وانه راح في نفس اليوم، الخبر ده يترجم لكل اللغات ويطير، انه في نفس اليوم بعد الظهر كان ضيف كبير في مصر معاه وزراء موجودين في معبد الكرنك. ده انا بحيي كل من اتخذ هذا القرار، لان انا اول ما سمعت انه كان رايح قلت مش هيودوه، فكويس جدا انه راح، لان دوت. فنقوم احنا نهتم، يعني نهتم ان شاء الله يكون بطرق نشر حتى بالفلوس في المجلات الاجنبيه، انه في نفس اليوم كان موجود. اظن دي صور الحادث ولا صور كان لازم بقى يمكن يكون بعد شويه معانا صور رئيس البنك الدولي، عشان خاطر ده مهم جدا انه يطلع. طبعا من العالم مش هيشوفني، انما العالم هيشوف اللي هتطلعه. لازم كده نظبط نفسنا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، دي الفكره الرئيسيه. فاللي بيحصل في شرم الشيخ حدث مهم، ونتمنى ان يكون بدايه يعني حركه افريقيه عظيمه، لانه ده القاره دي ممكن تاخد وضعها اللي هي مش عارفه تاخده. لازم الدول الكتير قوي في افريقيا دي لازم تتحد، تصنع عربيات ونصنع طيارات صنع في مصر، صنع في نيجيريا، صنع في هنا، صنع في هنا، ومتخف الضغط. الدول دي نيجيريا فيها ارهاب رهيب، بوكو حرام ولا دوكو حرام، دول حاجه رهيبه جدا، سفاحين زي اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا. الارهاب مش هيخلص الا بالعمل. يعني ايه العمل؟ مش احنا بس نشتغل. بنعمل حوار كبير ومهم، قال نوفر، لأنه قال لك إن العشوائيات اتثابت، وده كلام مهم جدا. فدخلوا فيها الناس دول، حشوا دماغة الناس بحاجات، عملوا منهم القنابل اللي انتوا بتشوفوها دي. فلازم الناس دي تخرج وتجد عمل وتعيش في وسطينا، لأنهم ناس كويسين. اللي هم بيحولوهم الإرهابيين لقنابل هم ناس مهمة جدا، إنه دخلوا اتسرسبوا كده. وما زالت لدينا مخاوف من الحدود الغربية والدخول من هنا ومن هنا، والمساحة كبيرة جدا. ربنا يكون في عون الأمن، سواء كان أمن داخلية أو جيش أو سلاح الحدود،
عندهم يعني مشاكل جامده جدا جدا جدا. بالمناسبه انا بعزي السعوديه، قريت خبر وفاه قائد القوات الكبير عندها، توفى اليوم. فالمساله دي بتاعت افريقيا دي مساله مهمه، مساله ان احنا نشوف الارهاب عندنا ونشوف اساسه. الداخليه بتشتغل، الجيش بيشتغل كويس. الدوله هتقف؟ لا مش هتقف، الدوله هتشتغل. عايزين نسمع السيد عبد الواحد النبوي وزير الثقافه، اخبار الحفلات اللي هتدار في الصيف ايه؟